فيديو النهارده هيكون مختلف خالص عشان هنستكشف تقريبا 90% من شواطئ مرسى مطروح كلها. بجد واحد من احلى الشواطئ في مصر. اتفرج على لون ميه مش موجود فعلا في اي حته في العالم غير بجد في مرسى مطروح. من احلى الفيوز والشواطئ اللي موجوده هنا في مرسى مطروح. انا بص كأنه شباك طبيعي، فعلا منظر خطير. هنشوف شواطئ كتيرة جدا في الفيديو ده، خليكم معانا لحد الاخر. ولكن بصوا يا جماعة على جمال لون المية اللي قدامنا، سبحان الله على الجمال. من اجمل الشواطئ اللي اشوفها في حياتي. شايفين ورايا؟ شايفين الجمال؟ انا دلوقتي في اشهر طريق في مرسى مطروح كلها. شاطئ من اجمل الشواطئ اللي ممكن تزوروها بجد في مرسى مطروح. دونا واحد لايك ويلا بينا نبدأ المغامرة بتاعتنا. وصلنا شاطئ رومل. يعني بصوا يا جماعة الشاطئ ده فعلا مميز لان هو كأنه في خليج لوحده كده. يعني بصوا مكمل في الاخر لحد هناك، وبعد كده عندك بقى الخليج الصغير اللي هنا ده الناس كلها بتنزل فيه. طبعا شايفين لون المية، مش محتاج اشرح لكم يا جماعة ان لون المية هنا فعلا خطير. يعني في مقارنة كبيرة ما بين لون المية هنا ولون المية الناحية التانية من شاطئ رومل. يعني انتوا هنا بقى بصوا عندكم مثلا البوابة هناك، شايفين اللي هناك دي البوابة هتخشوا منها، هيبقى فيه على يمينكم او لا على الشمال وانتوا داخلين هيبقى فيه جزء ده من الشاطئ. طبعا لون المية حلو وكل حاجة، ولكن لون المية هنا طبعا لا يقارن بالناحية التانية نهائي. الفكرة كلها بس الناحية اللي ورايا دي تبقى أزحم كتير. يعني احنا دلوقتي أنا بحاول أصور حتى قبل عشان الدنيا تبقى أهدى شوية من قبل ما نخش في سيزون الصيف، ولكن ده بقى في سيزون الصيف ما بيبقاش فيه رجل تقريبا انت تنفس فيها. فانت عشان تستمتع بالمية بتاعة شاطئ رومل وتبقى قاعد هنا براحتك رايق كده، عندك 3 حلول. يا اما تيجي قبل موسم الصيف ما يبدا، يا اما تيجي بعد ما موسم الصيف يبدا، يا اما تيجي الصبح بدري قوي قبل ما الناس تزحم الشاطئ لو انت عايز تستمتع باجواء الشاطئ الجميله بتاعه شاطئ رومل. الصراحه يا جماعه الشاطئ شكله تحفه فعلا، الميه تركوازيه يعني لونها فعلا خطير. معظم الناس بقى بتبقى قاعده هنا، بيبقى فيه الالعاب اللي موجوده في الشط اللي هو زي البتاع اللي بتبدلوا عليه ده اللي عامل زي العجله، وفي بقى اماكن مختلفه ان انتوا تقعدوا فيها. ولكن هو ده يعتبر الشاطئ او خليج رومل او شاطئ رومل ايا كان بقى انتوا حابين تسموه ايه. شاطئ جميل جدا، تقدروا حتى تيجوا. يعني انا مش عارف بقى هل ينفع ولا لا، بس انا بيتهيألي الناس بتيجي تقعد هنا حتى عادي من غير ما تحط اصلا او من غير ما تكون جزء من الشماسي والحاجات دي. لو انتوا معاكم الحاجات بتاعتكم ممكن تفرشوها مثلا على جنب او كده، او حتى تقعدوا وتتفرجوا على البحر، تاخدوا صور، تنزلوا تعوموا على طول وتطلعوا تاني. بس لون المية يا جماعة فعلا خطير 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 بجد، مش طبيعي. سبحان الله على الجمال بجد يا جماعة. المية بتاعت مرسى مطروح سبحان الله جميلة جميلة جميلة. خليني كده برضه اوريكم الناحية التانية من الخليج بتاع رومل اللي احنا كنا اتفرجنا عليه. ده كده الناحية التانية من الخليج، ده لون المية. الفيو اللي هيكون قدامكم ده الفيو هناك على الاقل الفيو تحسوا ان هو بحر مفتوح شوية، انما هنا تحسوا ان الفيو يعني ايه مغلق شوية. شايفين العماير قدامكم مش عارف ايه، ولكن يعني على الرغم من ان الفيو مقفول ولكن لون المية حلو بجد. المية صافية جدا 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 زي ما انتم شايفين، ولكن الاختلاف هنا بيكون في لون المية اللي هناك ولون المية ده. وصلنا شاطئ تاني خالص، وبرضه هو شاطئ موجود في المدينة نفسها بتاعت مرسى مطروح. استغربت الصراحة ان الدنيا فاضية شوية، ولكن ده بيتهيألي لسبب ان الشاطئ ده تحت تجديدات كتيرة جدا، ومن ضمنهم الجزء بقى اللي بيتعمل فوقينا او جنبينا ده، والسلم اللي هيكون مخصص للشاطئ ده، وهيكون له كذا نزلة كمان من اللي شفته على مدار الكورنيش نفسه. الشاطئ ده يا جماعه هو شاطئ العوام، هو شاطئ برضو مفتوح للعامه. تقدروا تيجوا هنا تقعدوا وتستمتعوا بالشاطئ. بصوا يا جماعه شاطئ جميل جدا، ميه هاديه، الرمله جميله حوالينا. صحيح في صخور شويه بره الميه، ولكن اظن ان ده من التصليحات والحاجات اللي كانت بتتعمل هنا. ما اظنش خالص ان دي صخور طالعه من الميه. انا بتهيالي ان الصخور او ان الميه نفسها جواها رمله بيضه ناعمه جميله
زي اللي احنا بنتفرج عليها دي. الشاطئ اللي قدامنا ده يا جماعه شاطئ العوام، احدى الشواطئ اللي في 5 دقايق حرفيا وانتوا في مرسى مطروح تقدروا تعدوا عليها. مش شرط تعوموا هنا، تقدروا تتفرجوا على جمال الشاطئ والالوان التركوازيه الخطيره بتاعته اللي بتكون موجوده هنا في اي وقت الشمس طالعه فيه. احنا حاليا دلوقتي قرب وقت المغرب، ولكن الوان الشاطئ ده زي اللي بتتفرجوا عليها دلوقتي مثلا ده الوقت بتاعه في وقت الظهر. منظر مختلف خالص، الوان مختلفه خالص، يعني الوان ميه خطيره فعلا. شواطئ مرسى مطروح بجد بتبهرني كل ما بزور شاطئ جديد. احنا حاليا في واحد من اشهر الشواطئ اللي موجوده في مصر، وهي طبعا في مرسى مطروح، وهو شاطئ كيلوباترا. ادي يا جماعه ده يعني الجزء الاول من الشاطئ، هو شاطئ كبير جدا، وطبعا حمام كيلوباترا هناك في الجزء ده هنروح نتفرج عليه دلوقتي. هناك بتكون البوابة بتاعة حمام كيلوباترا، شايفين البوابة اللي هناك دي؟ هي دي بوابة الدخول. وبعد كده لو فضلتوا ماشيين على طول هتشوفوا المنظر الجميل والمية التركوازية الجميلة اللي قدامكم دي. حاليا احنا هنستكشف الشاطئ، هنمشي شمال وهنمشي يمين، بس خلينا نبدأ بالجزء اليمين من الشاطئ، لأن هو شاطئ كبير، هو مش مكان صغير، هو مش مجرد الحتة بتاعة الحمام. الشمس يا جماعة جامدة جدا، بس انتوا مش متخيلين جمال الوقت اللي الواحد فعلا جاي فيه مرسى مطروح. يعني احنا جايين قبل بداية دخول سيزون الصيف، انتوا متخيلين بقى ان شاطئ كيلوباترا ما فيهوش غير عدد الناس البسيط ده؟ يعني فعلا فعلا يا دوبك عدد ناس قليل جدا جدا جدا. بنستكشف مع بعض، بنستكشف براحتنا، تتفرجوا على جمال المنطقة او جمال الشواطئ دي بدون زحمة البشر، عشان على حسب انتوا عايزين تيجوا امتى. زي ما قلت لكم انسب وقت تيجوا فيه هو بيكون يا اما في اول مثلا اسبوع في شهر 6، او الاسبوع اللي قبليه اللي هو اخر اسبوع مثلا، او اخر 10 ايام في شهر 5، او تيجوا بقى في اخر الصيف عشان طبعا نلحق الشمس. يعني هي دي اهم حاجة، ان احنا نكون لاحقين الشمس. ولكن بصوا يا جماعة على جمال لون المية اللي قدامنا، سبحان الله على الجمال، مش ممكن بجد، لون مش طبيعي والله. وفعلا اللون ده او الالوان دي يا جماعه انتوا مش فاهمين ان هي فعلا مش موجوده في اي حته تانية. يعني كل الناس بيبقى نفسها تروح مثلا جزر المالديف. انا رحت جزر المالديف ورحت قعدت هناك حوالي 8-9 ايام، وزرت اكتر من جزر مختلفه. اكيد استمتعت بالميه هناك، ولكن مفيش متعه يعني قد متعه او استمتاع عامه بميه البحر الابيض بتاعنا، او حتى البحر الاحمر بتاعنا، والشعب المرجانيه اللي عندنا، وانواع الاسماك المختلفه اللي عندنا في مصر. بجد عندنا يعني احلى بحرين بالنسبه لي في الدنيا كلها. طول ما انتم ماشيين في الناحيه اليمين يمكن الصخور بتقل شويه، وفي اماكن بتبقى اللي هو زي كده. يعني هنا يمكن طبعا نسبه الصخور اقل كتير، ولكن اظن لازم برضو يبقى معاك جزمه بحر عشان تعرف تنزل وتتمشى وسط الصخور البسيطه اللي يمكن قدامنا دي. في ناس طبعا بتروح تتصور عند الصخره دي، وناس تتصور عند الصخره دي. مع الفيو خرافي والله العظيم، فعلا يعني المية جميلة جدا، ما شاء الله ما شاء الله. بس نخلي بالنا جدا من الحتت بقى بتاعة الصخور دي. يعني لو حد هينزل هناك التيار بيكون جامد قوي في الحتة اللي بتهبط فيها المية. يعني نصيحتي عامة لأي حد بيتفرج، لو حاسس ان اللي قدامك ده مش يعني ولو لنسبة 1% مش امان، ما تنزلش فيه. اتفرجوا، استمتعوا بجمال الشواطئ، انزلوا عوموا لو الدنيا امان، ولكن غير كده ما انصحكوش نهائي نهائي ان انتوا تخاطروا ولو لنسبة 1% ان انتوا تنزلوا تعملوا حاجة. يعني الحياة اغلى بكتير، اوعى تخاطر لسبب ملهوش اي سبب. وطبعا في شواطئ اصلا هنعدي عليها كمان شويه بيكون نسبه الخطر فيها طبعا اعلى شويه، وانا هقول لكم حتى لما نوصل هناك ان مش مستاهل ان انت تنزل. تقدر ان انت تروح هناك تتفرج على المنظر، تتفرج على الفيو، تتفرج على جمال الشواطئ، ولكن تتصور بس وما تنزلش تعوم، لان برضو نسبه الخطر هناك بتكون عاليه. كده احنا نسبيا استكشفنا الجزء اليمين لحد اخره. بصوا يا جماعة جمال المنظر، ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة.
هننطلق دلوقتي ونرجع تاني للجزء الشمال ونروح بقى نتفرج على حمام كيلوباترا. ده كده بيكون واحنا بقى داخلين شاطئ كيلوباترا من الناحية الشمال رايحين ناحية حمام كيلوباترا اللي هناك ده بالظبط، اللي هو عنده جسر والناس بتعدي الجسر علشان ايه توصل لحمام كيلوباترا. وبعد كده في الهضبة بقى اللي في الاخر دي برضو هنروح نتفرج عليها. يعني المكان جميل جدا، ولكن طبعا ممنوع السباحة هنا بشكل عام في جميع الاماكن في الشاطئ، حتى هتلاقوا ان ده مكتوب بره وانتوا داخلين. بصوا الصخرة بتاعت حمام كيلوباترا شكلها عامل ازاي. يعني بصوا الصخرة اللي جنبها دي مثلا شكلها غريب جدا، والصخرة نفسها طبعا جواها مجوف وتحسوا ان هي جوه كانها يعني حمام سباحه طبيعي. ادينا اهو بنقترب على الجسر. الناس بقى على الجسر نفسه بتحاول ان هي توصل للجسر، واضح ان الجسر مش كامل او الازاز نفسه لسه مش موجود لحد دلوقتي، فالناس ماسكه في الجنب بتاع السور وماشيين على الحديد لحد ما يوصلوا للاخر. انا فاكر اخر مره جيت كان شبه كده برضه، بس تهيألي انا عشان باجي في الاوقات اللي هي ما بيكونش فيها السيزون بدأ فبتكون بالمنظر ده. يعني ده ادي الصوره اهو، المفروض ان بيكون فيه ازاز هنا لحد ما يوصلك للحمام بتاع كيلوباترا اللي موجود في الاخر. ده المنظر بتاع حمام كيلوباترا. مدخل هناك اهو زي ما انتم شايفين، بيكون في مدخل تاني من الجنب، المدخل اللي تحت ده معرفش شايفينه كده ولا لا، ده برضو يعني بيدخل لحمام كيلوباترا، ولكن ده خطر جدا ان انتوا تخشوا منه الصراحه، لان ممكن ميه جامده في وقت من الاوقات ما تعرفش. يعني انت شايف الميه دلوقتي اللي هو هاديه وجميله والدنيا تمام وكل حاجه، الله اعلم في ثانيه واحده بس الوضع بيتغير وتلاقي ان انت بتتخنق او مش عارف تتنفس لان الميه ردمتك تحت. فاوعوا اوعوا اوعوا تعملوا الحركه دي يا جماعه. المهم يعني ادي الناس كلها بقى ايه ماشيه على السور عشان تحاول توصل لحمام كيلوباترا وتتفرج عليه من جوه. اديني بفرجكم على حمام كيلوباترا من جوه، ده المنظر بتاعه. ولكن غير كده بقى بعد حمام كيلوباترا تقدروا ان انتوا تتمشوا للناحيه الشمال لحد ما توصلوا للهضبه اللي هناك دي. خلينا نتمشى. وشايفين ورايا، شايفين الجمال، شايفين جمال لون الميه هنا في حمام كيلوباترا. صراحه مكان جميل قوي ان انتوا تيجوا حتى تتفرجوا على اشكال الصخور، الميه التركوازيه الخطيره بتاعت مرسى مطروح. طبعا الميه التركوازيه اللي هي ورانا دلوقتي دي تقدروا تشوفوها في كل حته، يعني تقدروا تشوفوها في شواطئ كتيره قوي، من ضمنها شواطئ مفتوحه، من ضمنها شواطئ بعيده شويه، ايا كان بقى ايه نوع الشاطئ او الشاطئ اللي انتوا هتروحوه. ولكن الميه التركوازيه في مرسى مطروح الصراحه يعني بجد مفيش كلمه توصفها، بجد سبحان الله على الجمال. يعني حتى بصوا الميه هنا اللي هو الميه قريبه جدا ليها لون مميز. يعني بصوا الازرق الفاتح الجميل ده، بقى درجات لون الازرق، يعني ادي ازرق فاتح، بعد كده ازرق غامق شويه اللي هو التركواز، وبعد كده بقى عندنا ازرق غامق جدا في الجزء اللي بيكون غويط في البحر. ادينا بنتمشى هنروح عند الصخره اللي هناك دي نتفرج ونشوف الفيو من هناك هيكون عامل ازاي. المكان ده في الطبيعي بيبقى زحمة، ناس كتيرة جدا جدا بتكون هنا، ولكن انا محظوظ ان انا عارف ان انا جيت في الوقت ده والدنيا الحمد لله تبقى هادية. المنظر اللي انتوا شايفينه ده انا بجد كان المكان كله بتاعي، لان حرفيا يعني مثلا الصخرة دي مفيش حد موجود هنا غيري. يا الله على الجمال وجمال الشواطئ بتاعتنا، منظر خطير والله. يعني رحلة طلوع الصخرة دي مش هتكون سهلة، أنا مش هعرف أصور لكم وأنا طالع، فيلا نتقابل فوق. أنا فوق الصخرة دي يا جماعة والفيو من فوق مش طبيعي. بصوا جمال المنظر، يا سبحان الله على الجمال، مش ممكن يا جماعة. الفيو من هنا ولون المية بجد خطير. أهم حاجة بس بجد خلوا بالكم جدا وانتوا طالعين هنا، لان الصخره رفيعه جدا، سهله قوي ان حد يقع من هنا. فانا الصراحه ما انصحش اي حد ان هو يطلع هنا، يعني مش بهزر بجد، ان هي فعلا يعني رفيعه. خلوا بالكم جدا لو حد قرر يعني ان هو يطلع فعلا يخلي باله ما يقضيش هنا وقت كتير،
يعني يا دوبك يقف حتى في النص. اوعوا تقفوا على الطروف يا جماعه، اوعوا تقفوا على الحروف نهائي نهائي نهائي. وخلوا بالكم هنا لان طبعا في وقت الصيف بيكون فيه ناس اكتر من الطبيعي، فممكن تلاقوا في ناس برضو كتير فوق هنا، فبجد خلي بالكم. ادينا بنتفرج على حمام كيلوباترا من فوق مدينه مرسى مطروح الجميله، جزء كبير منها باين هنا. الشاطئ اللي كنا بنتمشى جنبه، الشاطئ بتاع كيلوباترا الناحيه الثانيه ناحيه اليمين طبعا برضو باين من هنا. وحوالينا الجمال اللي احنا بنتفرج عليه ده بجد خرافي خرافي. شاطئ كيلوباترا بجد بالنسبه لي من احلى الفيوز والشواطئ اللي موجوده هنا في مرسى مطروح. اللي احنا فيه دلوقتي ده يعتبر واحد برضو من الشواطئ العامة المشهورة في مرسى مطروح، ولكن الصراحة مقارنة بشواطئ كتيرة شفناها وهنشوفها، صراحة الشاطئ ده بالنسبة لي يعني مش أحسن حاجة. هو شاطئ مفتوح كده كده، طويل شوية برضو، ولكن يعني مفيش اهتمام بيه قوي زي ما انتم شايفين. يعني الدنيا مش أحسن حاجة. وشايفين قدامنا يعني لو عملنا بقى ايه زوم شوية كده تقدروا تشوفوا الجزء المزدحم من الشاطئ ده موجود هناك خالص. ناس بتكون قاعده فيه، ولكن هو مكمل يعني يعتبر لحد الاكواخ اللي موجوده هناك دي وبس. ده يعني يعتبر الشاطئ. الشاطئ ده اسمه شاطئ الفيروز، هو احدى الشواطئ العامه اللي موجوده هنا في المدينه، حتى جوه المدينه بتاعت مرسى مطروح، اللي هو مش محتاج ان انت تركب له حاجه، مش محتاج ان انت تروح له بعربيه، مش محتاج تروح لاي مكان بعيد. هو يعني يعتبر شاطئ بسيط جدا. يعني الصراحه مش احسن لون ميه، لان هو برضو تحسوه جوه الخليج محبوس، فلون الميه بتاع شواطئ كتير تانية الصراحه بيكون احلى. بس طالما احنا بنتكلم على يعني معظم الشواطئ اللي موجوده هنا في مرسى مطروح، ففي منها طبعا الخيالي وفي منها اللي زي الشاطئ ده. يعني شاطئ الفيروز بالنسبه لي ما كانش احسن شاطئ اشوفه في مرسى مطروح. طبعا لون الميه لذيذ يعني، ولكن الاهتمام مش احسن حاجه، وبرده محبوس في الخليج، فلون الميه برده نص نص. هنا بقى طبعا ده الجزء بتاع الشماسي اللي كنت لسه بقوله لكم بتاع شاطئ الفيروز. فزي ما قلت لكم يعني مختلف الصراحه خالص عن شواطئ كتير زرناها وشواطئ كتير لسه هنزورها. مش احسن شاطئ من وجهة نظري من ناحية يعني الالوان والمية وحتى الخدمات وكل الكلام ده. يعني شواطئ تانية كتير بيكون حتى ما فيهاش خدمات، ولكن لون المية عليها بيبقى خطير. رحنا شاطئ الغرام ولكن كان لسه مقفول علشان الصيانات وبيجهزوا للصيف. ولكن يا جماعة ده حوالين شاطئ الغرام. بصوا يا جماعة لون المية عامل ازاي. ده حرفيا يعني اقل من 300 متر بعد شاطئ الغرام. هو للاسف مقفول دلوقتي. بصوا يا جماعه لون الميه عامل ازاي. يعني تقف في اي حته بالعربيه في مرسى مطروح بجد تنبهر من جمال لون الميه اللي موجود فيها. بجد مش طبيعي لون الميه بتاع مرسى مطروح. يعني من شويه اصلا كان في ناس هنا قاعدين بيعوموا في الحته الصغيره دي اللي شبه النيزك بتاع مرسى علم، لو عارفين مكان النيزك في مرسى علم. المهم يعني ده حوالين شاطئ الغرام. للأسف مش هيبقى من الشواطئ اللي هنعرف نتفرج عليها في الفيديو ده، ولكن طبعا هيكون ان شاء الله موجود في فيديو بعدين ساعة لما يفتح ونيجي مرسى مطروح تاني ونعمل فيديو جديد. ولكن ادينا اهو واقفين. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا جمال لون الميه هنا عامل ازاي، فعلا مش طبيعي. بصوا يا جماعه احنا كده لسه برضو عند شاطئ الغرام، يعني بعديه بسنه بسيطه جدا. شايفين المنظر من شباك العربيه عامل ازاي؟ يعني متخيلين الجمال ده؟ سبحان الله على جمال لون المية، بجد مش طبيعي. انت بتتفرج على لون مية مش موجود فعلا في اي حتة في العالم غير بجد في مرسى مطروح. فعلا كل مرة باجي هنا والله العظيم بنبهر بقد ايه احنا عندنا يعني ما شاء الله مية مش طبيعية هنا. بصوا يا جماعة الجمال ما شاء الله. فيعني شاطئ الغرام برضو من الشواطئ المشهورة جدا اللي موجودة هنا، اللي ناس كتير بتروحها عشان تتفرج بقى على الصخرة بتاعت ليلى مراد والقصة بقى اللي احنا عارفينها وكل الكلام ده. وغير كده فبرضو لون المية هناك خطير فعلا وهمي. هننطلق دلوقتي على الشاطئ اللي بعده في الرحلة بتاعتنا في استكشاف الشواطئ في مرسى مطروح. وصلنا احدى الاماكن اللي اتشهرت جدا في اخر فتره، وهو شاطئ الصراحه مش ناس كتيره بتنزل تعوم فيه، ولكن او مش بتنزل تعوم فيه اصلا، ولكن هو مكان اساسي دلوقتي للناس تعدي عليه سواء مصريين او سياح او ايا كان، ان هم ييجوا
ويتصوروا عنده. وطبعا هو مش المكان اللي انا بوريه لكم ده، ولكن هو المكان اللي هناك تحت ده، معرفش انتوا شايفينه ولا لا. وصلنا يا جماعه عقر الخادم، كان اساسي. وزي ما انتم شايفين اصلا معظم اللي موجودين هنا اجانب مش مصريين، وجايين عشان يتصوروا. مكان لذيذ جدا. الصخره نفسها سبحان الله التشكيل بتاعها جميل قوي، تحسوا ان هي شباك للبحر. صخره معموله على شكل دائري كده. خليني اوريها لكم دلوقتي. ده بيكون المنظر بتاع الصخره، وبيكون حواليها بقى الميه دي. شفت ناس بتعوم هنا قبل كده، ولكن دي من الاماكن اللي بجد يا جماعه انصحكم فعلا اوعوا 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 تنزلوا فيها. خطر جدا جدا جدا. الميه هنا جارفه بطريقه مرعبه. الفرق ما بين الصخر وبعد كده الميه تحت بجد ثانيه واحده، وبعد كده الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل لك. فانصحكم فعلا اوعوا تنزلوا هنا. مجرد تعالوا هنا، انزلوا كده الحته دي، خدوا الصوره عند الشباك الجميل ده بس، وكده الموضوع هيبقى انتهى. مكان حلو جدا الصراحه للتصوير. المنظر هنا خطير. خلينا ناخد زاويه اقرب. ابصوا الناس كلها واقفه هنا بتدور علشان ينزلوا يتصوروا عند الشباك اللي قدامنا اللي احنا بنتفرج عليه ده. بس يا جماعه منظر البحر نفسه من الشباك خطير خطير خطير. سبحان الله المكان اللي انا بكلمكم عليه اللي هو عقر الخادم ده، يعني زي ما قلت لكم كده اللي هو ما تنزلوش تعوموا هنا. وتسميه المكان كانت مبنيه اصلا حتى على فكره ان انت ما تعومش هنا. اللي حصل او ليه هو اتسمى عقر الخادم، او ممكن نقول خادمه. الاسطوره بتقول ان احدى الملوك كان عنده خادمه معينه، والخادمه دي قررت ان هي عايزه تنتحر او عايزه ان هي تنهي حياتها. فجت عند احدى الصخور دي، الله اعلم بقى هل هي الصخره دي ولا الصخره دي، ونطت من فوق الصخره. وساعتها الخادمه دي توفت، ومن ساعتها اسم المكان هو عقر الخادم. اوعوا 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 يا جماعه تنزلوا تعوموا في المايه دي. خطر جدا 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 ان انتوا تنزلوا تعوموا. طبعا اخركم بس تيجوا تتصوروا زي الشباب الجميله اللي بتتصور هنا دي، وتستمتعوا باجواء وجمال ولون المايه التحفه اللي احنا بنتفرج عليه من هنا. الشباك خطير الصراحه. فطبعا تصوروا من هنا واستمتعوا بالفيو. كده احنا يا جماعه عند منطقه الشباك بتاع عقر الخادم، والميه بقى بتكون منظرها كده من هنا. بص كأنه شباك طبيعي، فعلا منظر خطير. يعني مكان جميل جدا الصراحه. فعلا هتستمتعوا قوي لما تيجوا هنا. الفيو خرافي. فتقدروا تيجوا هنا تتصوروا وتنطلقوا بقى وتروحوا المكان اللي بعد. احدى الشواطئ التركوازيه الخطيره في مرسى مطروح. على الرغم من انه شاطئ مفتوح وزحمه طبعا في الوقت بتاع الصيف وكل الكلام ده، ولكن يعني دلوقتي مثلا مش زحمه قوي، ولكن طبعا في وقت الصيف هتكون يعني موت، زحمه جدا. الرمله جميله بيضه وكل حاجه، والشط نفسه الصراحه لون الميه جميل برضو. ويعتبر اللون ده حتى مش اللي هو اللون الاساسي، لا كمان يعني بيبقى وقت الظهر او حاجه زي كده اللون بيبقى خرافي الصراحه. ادي الشط ده يا جماعه شاطئ الليدو، وادي الفيو يا جماعه بتاع شاطئ الليدو ولكن من بعيد شويه. احنا على الجسر ده، او نقدر نقول يعني المكان اللي في النص، الممشى الصغير اللي وسط البحر اللي الناس تقدر تتمشى عليه وتبقى شايفه شاطئ الليدو من الناحيه دي. ده مكان صخري تقدروا ان انتوا تتمشوا عليه من الجزء اللي تحت ده. والناس هنا ساعات بتيجي تاخد فيو مختلف على الشاطئ نفسه يعني، وتتفرج على جمال الشاطئ اللي موجود ورانا. شاطئ الليدو الصراحه يعني حلو. هو شاطئ مفتوح ببلاش للعامه. تقدر تيجي هنا بشمسيتك بحاجتك تقعد عادي براحتك، محدش هيقول لك اي حاجه. الشاطئ اللون بتاعه جميل جدا الصراحه. طبعا بيسحم جامد جامد جدا 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 في وقت الصيف. يعني احنا دلوقتي لسه داخلين على الصيف والدنيا زحمه كده، فما بالكم وقت الصيف هيكون عامل ازاي؟ طبعا هيكون زحمه جدا. لون الميه حلو، شاطئ لذيذ. خلينا نستكشف الشاطئ اللي بعد. يعتبر اشهر شاطئ في مرسى مطروح كلها، ومش اشهر شاطئ بس، لا ده واحد من اطول الشواطئ اللي موجوده في مصر. وصلنا يا جماعه واحد من اجمل الشواطئ بجد اللي فعلا بحبه من وانا صغير، ليا ذكريات كتير قوي معاه. اهلا بيكم يا جماعه في شاطئ الأبيض.
من اجمل الشواطئ اللي اشوفها في حياتي. وطبعا مش ده بس شاطئ الأبيض، لا، شاطئ الأبيض يا جماعه ممتد طوله كامل الناحيتين حوالي 8 كيلو، يمكن اكتر كمان شويه من 8 كيلو. المنظر ولون الميه هنا بجد وهمي وهمي وهمي، خطير فعلا. لون الميه تحفه تحفه تحفه. شاطئ الأبيض بقى طويل جدا، عليه كميه شواطئ يا جماعه انتوا مش فاهمينها. هتلاقوا كل شويه مش عارف شاطئ اسمه لؤلؤة الأبيض، فيروز الأبيض، مش عارف ايه الأبيض، كل يعني 200 300 متر هتلاقوا في شاطئ. ومتقسمين بقى طبعا شويه شواطئ للعائلات، شويه شواطئ بتسمح بوجود الشباب على حسب الشاطئ اللي انتم وقفتوا عنده او الشاطئ اللي انتم حابين تقعدوا فيه. بصوا يا جماعه لون الميه الكريستالي الخطير، وهي بسبب الصدادات دي. يعني انا اللي خلاني فعلا اقف هنا تحديدا هو ان انا لقيت بعض الشواطئ على الأبيض فيها الصدادات دي اللي بتكون جنبيها زي الجسر ده او الممشى ده، وبعض الشواطئ التانية ما فيهاش الصدادات دي، وبالتالي بيكون الموج فيها ممكن اقوى شويه، ولكن الصدادات دي بتهدي نسبيا قوه الموج اللي جاي من البحر وبتبطئه شويه لحد ما يوصل هنا للشاطئ. لون الميه الكريستالي الوهمي بتاع شاطئ الأبيض بجد لا يقارن بشيء. بصوا يا جماعه انا نازل اهو اعوم او نازل الميه، انا شايف رجلي يعني انت مش بس شايف رجلك، انت شايف جسمك كله. فالموضوع بجد يعني مش طبيعي. يعني بصوا ادينا نزلنا شويه كمان، لسه شايف رجلي بصوره كامله. انا ما شفتش ميه نقيه كده في حياتي فعلا. الميه بتاعت شاطئ الأبيض بجد وهميه. انتوا شايفين اللون يا جماعه؟ ولا مالديف ولا بالي ولا تايلاند ولا اي حاجه، حرفيا ده بجد لا يقارن بشيء تاني نهائي. فيعني شاطئ الأبيض من أجمل الشواطئ فعلا اللي موجودة في مصر بالنسبة لي. لون مية وهمي فعلا، كل حاجة في الشاطئ ده جميلة بشكل مش طبيعي. يعني زي ما انتم شايفين ادي الحتة دي مثلا ده شاطئ الأبيض برضو، بس بصوا الزحمة، شايفين كمية البشر. بعد كده نيجي نلف بقى الناحية التانية مثلا ادي شاطئ الأبيض برضه، ولكن مش زحمة قوي. وعلى مدار بقى ال8 كيلو بتوع شاطئ الأبيض كلهم هتشوفوا حاجات من الشكل ده وحاجات من الشكل ده، هادي او زحمة، وعلى حسب انتوا عايزين تقعدوا فين. ده كان شاطئ الأبيض في مرسى مطروح. يلا بينا ننطلق على الشاطئ اللي بعده. وصلنا الشاطئ اللي بعده. يا جماعة والله العظيم انا كل ما اروح شاطئ في مرسى مطروح ما تخيلش ان هيبقى فيه شاطئ احلى من اللي قبل. فيعني اهو اهلا بيكم في الشاطئ الرخم. وشاطئ الرخم سبب التسمية بتاعته او هو ليه اسمه شاطئ الرخم، علشان يعني او يقال يعني خلينا برضو نقول الحكاية زي ما اتقالت ان هو اتسمى على اسم سيدة بدوية كانت هنا في المنطقة دي، كان اسمها الرخم او الرخوم، وكان ده سبب التسمية بتاع شاطئ الرخم. بغض النظر عن سبب التسمية او هو ليه اتسمى شاطئ الرخم، شاطئ من اجمل الشواطئ اللي ممكن تزوروها بجد في مرسى مطروح. شاطئ جميل جدا، المية بتاعته كريستالية بجد. مفيش شاطئ تقريبا في مرسى مطروح المية بتاعته مش كريستالية، مش لونها تركواز، مش الالوان الخطيرة اللي احنا عمالين بنتفرج عليها دي، بجد مش طبيعية. والرملة طبعا بيضة ناعمة جدا. الشاطئ يعني تقريبا حوالي كيلو تقريبا، او يعني اقل من كيلو بتهيالي، حاجة بسيطة، تعتبر بعد شاطئ الأبيض بشوية. هتلاقوا بقى عليه اماكن ناس مثلا جايبه الحاجات بتاعتها وقاعده، هتلاقوا في اماكن تانية الناس بتبقى اوريدي حاطه مثلا الشماسي والحاجات دي وبيأجروها لكم، ولكن يعتبر من الشواطئ المفتوحه اللي موجوده هنا في مرسى مطروح. الفيو بجد يا جماعه وهمي. متخيلين ادي حته كامله اهي انا قاعد فيها لوحدي، اقدر انزل اعوم هنا براحتي جدا مع الميه الخطيره اللي احنا بنتفرج عليها دي. ميه دافيه جميله جدا، اللون بتاعها رهيب بجد مش طبيعي. شاطئ الرخم من احلى فعلا الشواطئ اللي زرناها لحد دلوقتي، ولسه مكملين في استكشاف احلى الشواطئ اللي موجوده هنا في مرسى مطروح. احنا دلوقتي في اشهر طريق في مرسى مطروح كلها. بصوا يا جماعه الطريق المؤدي الى عجيبه بيكون ده الفيو بتاعكم.
الفيو الخطير اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده. عجيبه يعتبر قدام على اليمين، وورانا بقى او قدامنا الفيو الخطير اللي انتوا بتتفرجوا عليه هنا ده. بصوا الناس حتى نازله لتحت هنا علشان تتصور، يعني بصوا هتلاقوا في ناس نازله من هنا عشان تتصور تحت. الفيو من هنا بجد خرافي فعلا. الطريق المؤدي الى عجيبه حلو زي عجيبه نفسها بجد. ووصلنا شاطئ عجيب. ادي الشاطئ ورانا اهو، او خليج عجيبه، يعني ايا كان بقى انتوا هتقولوا اسمه ايه يا جماعه. ده الشاطئ قدامنا، من اجمل بجد الشواطئ بالنسبه لي الموجوده في العالم. شكله مختلف، طبيعته مختلفه، كل حاجه فيه بجد مختلفه. يمكن الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده يعتبر امان شويه ان الناس تنزل فيه، يعني الموج مش قوي قوي زي مرات تانية شفناها. معظم الوقت الناس بتنزل بقى على السلم ده، هننزله دلوقتي، ننزل نستكشف الشاطئ من تحت، اوريكم كل حاجه موجوده تحت شكلها عامل ازاي، وبعد كده هننطلق على الشاطئ اللي بعد. تنزل تحت بقى تتفرج على منظر الشاطئ بتاع عجيبه بجد خيالي. ولو انتم محظوظين بجد هتروحوا في وقت الدنيا هتكون فيه فاضيه وتعرفوا تقعدوا صف اول على الشاطئ الوهمي ده. تقدروا بقى تتمشوا من هناك حوالين اجزاء كتيره من الشاطئ، تتفرجوا على التجويفات والحفر والتشكيلات الصخريه اللي موجوده وسط الجبال هناك. الصراحه المناظر بتاعتها حلوه قوي، والتمشيه حوالين المنطقه دي الصراحه برضه ممتع. وغير كده الوان الميه في المناطق دي بجد بتكون مختلفه جدا، فبجد تجربه مختلفه خالص غير ان انتوا تتفرجوا على الشاطئ من فوق. وزي ما شفنا يا جماعه تحت الشاطئ بتاع عجيبه بجد منظره خطير، كل زاويه فيه، كل شكل فعلا فيه مختلف. تقدر تركب بقى حصينه عامه لو عايز زي الحصانه اللي هناك دي، تنزل تعوم في الميه في المنظر الجميل بجد بتاع الخليج ده. يعني متخيلين يا جماعه هي دي الناس بس اللي عايمه في عجيبه كلها بجد، يعني مش متخيلين فعلا جمال الوقت اللي احنا جايين فيه هنا بجد، يعني مش طبيعي. ده الشاطئ بيبقى فيه طبعا، هو ده الصف الاول اللي على البحر اللي كل الناس بتبقى عايزه ان هي تقعد فيه. بعد كده بعديها بيبتدي ان هم يعني يحطوا كراسي وشماسي تاني ورا وورا وورا، ولكن ده كان شاطئ عجيبه. فيلا بينا ننطلق بقى على ايه، على الشاطئ اللي بعد. يمكن من اكتر الشواطئ اللي بجد بحبها في مرسى مطروح كلها، وفعلا شاطئ مميز جدا بلونه بطبعه برملته البيضة الناعمة جدا. فعلا شاطئ خطير، شاطئ اللاجونة في مرسى مطروح. يا جماعه الشاطئ فعلا بقى مختلف جدا من ساعه اخر مره اجي. بقى نسبيا في خدمات، في اماكن بيبقى فيها شماسي وكراسي. قبل كده المكان ده فعلا ما كانش فيه اي حاجه. لون الميه تركوازي. بصوا احنا الساعه 5 قريب من المغرب، وبصوا لون الميه عامل ازاي. متخيلين بقى الساعه 12 ولا 1 الظهر لون الميه ده هيكون بجد شكله عامل ازاي؟ اكيد هيبقى في حته تانية. المهم يعني الشاطئ فعلا اتغير. انصحكم جدا ان انتوا تيجوا هنا، تكتبوا بس على جوجل مابس اسم الشاطئ وهيجيبكم هنا. هو ما بين يعتبر عجيبه والأبيض في الطريق ده، لكن يا جماعه منظر الشاطئ بجد خطير. فعلا انصحكم قوي تيجوا هنا. ميه كريستاليه، يعني بصوا انا نازل اهو، شايفين رجلي من كل حته. فلا الشاطئ خطير. تقدروا تطلعوا على التل الصغير اللي موجود هنا، تقعدوا على الشاطئ هنا. بجد الاجواء بتاعته فعلا 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 جميله. من اكتر الشواطئ اللي انا فعلا بحبها في مرسى مطروح، وكل ما باجي لازم اجي هنا في وقت طبعا يكون فاضي، يا اما بدري جدا الصبح يا اما قبل او بعد السيزون. لو عايزين بقى تتفرجوا على اهم 8 حاجات تعملوهم لما تزوروا اسكندريه، شوفوا الفيديو من هنا.